بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. جمعة طيبة على الجميع. وكل سنة وانتم طيبين. امبارح في خبر قاله كابتن أحمد شوبير على اون سبورت. كان خبر مدوي فعلا وسر من الأسرار اللي هي المفروض ان هو أباح بيها يعني أو قالها قدام الناس. قال ان إصابة أحمد رفعت، كابتن أحمد رفعت اللي هو لاعب مودرن فيوتشر، دي سببها. واشار من بعيد، هو ما قالهاش بصراحه بس قال لي فهموا انتوا يعني. قال ان من السنه دي، من اول السنه ما بدات، لغوا فكره الكشف عن المنشطات. لغوا فكره الكشف عن المنشطات. معنى كده ان اصابه احمد رفعت كانت نتيجه اخذ كميه من المنشطات ديت، عملت ضغط شويه على عضله القلب، ادت الى ما وصل اليه الحال في الدقيقه 88 من مباراته مع الاتحاد السكندري. حصل ان هو وقع لوحده في الملعب. دي معلومه خطيره، والمفروض ان احنا يعني ناخد بالنا. هو الراجل رمى الكلمه وبس، ما قالش ان ده سبب مباشر. هو قال يا جماعه السنه دي ما بقاش في كشف عن المنشطات. معنى ان ما بقاش في كشف عن المنشطات ان اللعيبه بقت ليها حريه الحركه وحريه اخذ اي شيء. كان اول يبقوا خايفين ان ممكن ياخدوا اي منشط، تحصل مشكله، تحصل حكايه، يحصل كشف المنشطات، لان كان في ايقافات بتوصل لسنتين ايقاف عن اللعب. فمعنى كده ان اللعيبه كانت بتخاف. لكن في الوضع الحديث او الجديد ان هم لغوا فكره الكشف عن المنشطات ديت، خلت اللعيبه ياخدوا كميه منشطات على اساس ان هم يبقوا عندهم لياقه طول المباراه وبيلعبوا بقوه وبيلعبوا بحده. وده ظاهر والله العظيم، يعني هو ظاهر فعلا. احنا لما نشوف لعيبه البنك الاهلي قدام النادي الاهلي، ال 90 دقيقه حصانه في الملعب، دي طبعا بيبقى فيه فرق شويه في اللياقه. بيجي بعد المباراه او اخر المباراه بيبقى فيه شويه هدوء، لكن فعلا واضح ان في لعيبه كتير بتاخد المنشطات، ودي ناقوس خطر بيدق فعلا. المفروض نرجع تاني ونعمل كشف للمنشطات على اساس ان اللعيبه بتخاف ان يحصل لها ايقاف، بيحصل لها مشكله. فدي نقطه مهمه جدا. وفي نفس الوقت كمان بنحمي اللعيبه من انفسهم، يعني هو بيحمي اللعيب من نفسه. هو دلوقتي خد منشط عشان عايز يعمل المباراه كويس، عشان عايز يأدي كويس، عشان عايز يبقى عنده لياقه بدنيه طول المباراه، طول ال 90 دقيقه. لكن بيبقى في ضغط على القلب، ضغط على عضله القلب، بينتج عنها اللي حصل لكابتن احمد رفعت. فاحنا عايزين مطلب عام ان يرجع تاني الكشف عن المنشطات. الكلام ده جاي من كابتن احمد شوبير، وكابتن احمد شوبير طبعا معروف اعلامي صادق جدا، واعلامي فاهم جدا، وبيجيب الاخبار من مصادرها. فده فعلا خبر خطير، وخبر المفروض ان احنا ناخده في عين الاعتبار. والمفروض الناس اللي هي عندها اولي الامر في الموضوع ده، اتحاد الكوره او غيره، ياخد باله ويبقى في كشف تاني، اعاده كشف تاني للمنشطات. لان ما ينفعش ان يبقى في لاعب ياخد ماده كيميائيه او ياخد حبوب معينه على اساس تديله نشاط زايد، وبعد كده يحصل له اللي حصل ده ونخسر لاعب ونخسر. اهم حاجه يا جماعه يعني روح اللاعب، اهم حاجه البني ادم يكسب يخسر، احنا كلها في الاخر هي لعبه. بس على اساس ان احنا ممكن نفقد حياتنا عشان لعبه، يبقى ده هو السفه بعينه يعني. فالمفروض يبقى فيه رقابه، ورقابه صارمه جدا بعد كده على موضوع المنشطات. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي برضه صارت الايام اللي فاتت دي، ان الدوره الوديه اللي كانت هتتلعب في الامارات رجعت القاهره. وهتتلعب في القاهره، ودي اول مباريات او اول دوره في عهد كابتن حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب. رجوعها للقاهره ليه اسباب، هنقول اسباب، لكن هو في الواقع سبب واحد. السبب رجوع البطوله للقاهره هو عدم وجود محمد صلاح في المنتخب. شفت يا جماعه محمد صلاح مؤثر قد ايه؟ هو اللي بيحرك المنظومه بحالها دلوقتي. لان عدم وجود محمد صلاح مع المنتخب دي هيبقى فيه خساره للشركه الراعيه. ان في اعلانات، في حاجات بتيجي على اساس ان في لاعب عالمي زي كابتن محمد صلاح موجود. مش موجود معنى كده ان في نقص حاد في الموارد اللي هتيجي للشركه نتيجه اشتراك المنتخب المصري في الدوره. اي نعم في لاعبين كرواتيا، لاعبين نيوزيلندا، الناس ديت فيهم نجوم مشاهير وبيلعبوا في ريال مدريد،
لكن برضو كابتن محمد صلاح ليه بريق عالمي خصوصا في العالم العربي. فمعنى ان مش موجود محمد صلاح يبقى في قصور في المنتخب، في قصور في الموارد الماليه اللي هتدر على صاحب الشركه المعلنه اللي هي متبنيه الدوره. معنى كده ان محمد صلاح ليه تأثير جامد جدا وتأثير واضح جدا على كل مجريات الاحداث الرياضيه في مصر، ودي لازم ناخدها في عين الاعتبار. طيب دلوقتي ممكن نقول بقى حسام حسن ليه حق ان هو يتمسك برأيه ويبعد محمد صلاح عن المنتخب نتيجه ان هو ما جاش بمزاجه وكان بيلعب امبارح وكان بيلعب من 3 4 ايام؟ يعني معنى كده ان في لياقه عاديه وبيحرز اهداف وتمام التمام، ولا ان هو ياخد يصهين ويعديها ويرجع تاني المنتخب ويرجع تاني يلعب مع لعيبه ويرجع تاني مفيش اي مشكله، ويبقى مثل سيء جدا لاي لاعب بعد كده ممكن يعتذر ويرجع تاني؟ ما هو ما دام في الموضوع حصل مره يحصل كتير، ايه المشكله بقى اي لاعب بعد كده يقول يا جماعه انا ماليش نفس اجي الايام دي، انا مش ماليش نفس العب خلاص، ويرجع ويجي بعد كده ويلعب. فيا ترى حسام حسن هيبقى مع اللي بيحصل ده ولا ضده؟ في الحالتين بصراحه مشكله كبيره، في الحالتين مشكله كبيره. لو كابتن حسام حسن رجعه تاني زي ما قلنا هيبقى مبدأ سيء جدا لاي لعيب. لو وافق واتضايق منه وبعده عن المنتخب هيبقى بعدنا لاعب مؤثر جدا وفي يعني ليه جذب جماهيري هايل وليه تأثير فني كبير جدا جدا على الفريق. طبعا محمد صلاح، كابتن محمد صلاح ما حدش ينكر ابدا ان هو لاعب من الطراز الاول، لاعب عالمي، لاعب بيقدر يرجح كفه فرقه مصر في اي وقت. يبقى معنى كده احنا كده خسرانين، كده خسرانين بجد. كابتن محمد صلاح حطنا في موقف لا نحسد عليه. يعني هو حط كابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب في موقف سيء جدا، وفي نفس الوقت مش عارف يعني احنا كمان كجمهور مش عارفين يعني حسام حسن نتصرف كده ولا يتصرف كده، وفي كلتا الحالتين احنا الخسرانين. كان كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب قال ان احنا ما ينفعش نجيب لاعب غصب عنه. في حاجه اسمها ما ينفعش نجيب لاعب غصب عنه، الكلمه ديت المفروض ما كانتش تتقال من مدير منتخب قومي. ما فيش حاجه اسمها غصب عنه، دي اوامر، دي اوامر. انت بتيجي عندك دلوقتي في لعب المنتخب في الوقت الفلاني يبقى في حضور، يبقى في التزام. وده طبعا للاعب الكبير والصغير. احنا منتخب مصر يا جماعه زي ما قلت قبل كده ان ده زي الخدمه العسكريه، محدش يقدر يقول لا، محدش يقدر يتهرب من خدمه الوطن. فمحمد صلاح حط حسام حسن في مزنق بجد وفي حاجه وفي مشكله كبيره، مش عارفين اي الطريقين يعني هيسلكهم حسام حسن في التصرف مع محمد صلاح، والايام الجايه هتثبت ان شاء الله. القضيه الثالثه اللي عايز اتكلم عليها قضيه الهدف الملغي في مباراه الاهلي والبنك الاهلي. الهدف او ضربه الجزاء اللي اتلغت اللي هي نتيجه لمس الكرة لايد ايمن اشرف لاعب البنك الاهلي اللي هو اللاعب السابق في النادي الاهلي واللي اتظلم ظلم باين. سبحان الله سبحان الله، زي اللي يكون ربنا بيجيب حق ايمن اشرف من كولر. كولر اول امبارح كان بيلعب ايمن اشرف لوحده. ايمن اشرف كان هو خط ظهر البنك الاهلي، اي كرة كان بيشتتها وكان بيلعب بصراحه بحميه شديده جدا لانه فعلا اتظلم. ايمن اشرف اتظلم، ما لعبش دقيقه مع كولر. ايه السبب؟ محدش عارف. زي دلوقتي احمد عبد القادر، زي محمود متولي في الطريق. انا مش عارف ليه المدير الفني بياخد موقف من بعض اللعيبه. ما ينفعش عندك لعيب بيأدي يلعب، ايه المشكله؟ فايمن اشرف بجد يعني كان التوفيق معاه في لعبه في العاب كتيره، وطبعا الفار بقى والحكام كانوا معاه في لعبه تانية ان الكره خبطت في ايده، يعني ايده طالعه خالص عن جسمه والكره خبطت في ايده. كانت بلانتي وبلانتي صريحه جدا. الحكم هنقول ما شافهاش. طيب الفار الحنفي ليه ما حسبهاش؟ مش عارفين. ودي مشكله كبيره جدا يا جماعه. دي قضيه فساد، دي قضيه فساد علني.
احنا بنقول ممكن الكره بتتشاف في ثانيه، الحكم ممكن ما يشوفهاش، ممكن يكون ملخوم في حاجه، ممكن، مع ان طبعا ما يصحش ان هو يبقى ما يشوفهاش، لكن ما شافهاش، لكن اتعادت بقى في تلفزيون، واتعادت مره واثنين وثلاثه، ما شفتش ان هي خبطت في ايده، ما شفتش ان هي جت في ايده، ايده كانت خارج جسمه، ما ينفعش. يبقى دي قضيه فساد، وقضيه فساد معروفه، وقضيه فساد علني. فالمفروض يبقى فيه تحقيق، وفيه قرار يطلع قاسي جدا جدا على حكم الملعب محمود البنا، وعلى الحنفي اللي هو كان على الفار. المفروض يا جماعه ده يحصل. المشكله الكبيره بقى بصراحه اللي انا مستغربين منها، وكل الاهلاويه مستغربه منها، ان مجلس اداره النادي الاهلي لم يحرك ساكنا. مجلس اداره النادي الاهلي لم يحرك ساكنا، الموضوع عدى خالص مرور الكرام، وعدت ال 48 ساعه بتوع الاعتراض وخلاص الموضوع عدى، حتى ما فيش اعتراض على القرار. هو ايه ده؟ الجماهير دمها محروق، الناس بتستغرب، وانتوا عادي كده الموضوع يعدي خالص. ايه ده يا جماعه؟ المفروض يبقى فيه احنا ما بنقولش ان احنا ناخد زياده عن حقنا، احنا ندور بس على حقنا المهدر، حقنا المهدر اللي هو لو حصل ان احنا فوتنا خلاص الموضوع بقى هيبقى هو كده، دي قاعده. النادي الاهلي بيسكت يا جماعه، والنادي الاهلي دوت ناس غلابه والناس طيبين وحلوين، يلا بقى نديلهم على دماغهم. ما ينفعش، ما ينفعش اللي بيحصل دوت. مجلس اداره النادي الاهلي هيخلي النادي ضعيف. احنا بنشوف الانديه الاخرى او النادي المنافس حاجات ملهاش لازمه خالص وبيتحكم فيها. الحكم ده مش عايزينه، الارض دي مش عايزينها، مش هنلعب في الحته الفلانيه، فلان الفلاني مش هيحكم لنا، مش عارف ايه، وبيمشوا كلامه، وبيبقى على باطل، احنا على حق ومش عارفين ناخد حقوقنا. دي طبعا مشكله كبيره قوي، مجلس اداره النادي الاهلي لازم يكون صاحي ليها، والا بجد مع الايام الجايه هيبقى فيه مشاكل كتيره. احنا فقدنا الدوري السنه قبل اللي فاتت واللي قبليها موسمين فاقدين الدوري، احنا فقدنا 20 نقطه غلطات تحكيميه في الموسمين اللي قبل اللي فاتوا، وفقدنا فيهم الدوري، وكانت غلطات فجه جدا، وكانت وعدت، وقلنا ان احنا يعني يلا اللي حصل، وان احنا الفرقه كانت ضعيفه. لا، الفرقه ما كانتش ضعيفه، كان في ظلم تحكيمي باين، ومجلس اداره النادي الاهلي ساكت. مجلس اداره النادي الاهلي العمليه بتمر عليه مرور الكرام، ما فيش اي مشكله خالص. نتمنى ان يبقى في محاسبه للحكام، على اساس ان يا جماعه الفرقه دي بتتعب، الفرقه دي بتسافر وبتروح وبتيجي وبتصرف وبتجيب لعيبه محترفه، وكل ده في الاخر بيضيع اونطه في قرارات تحكيميه. المفروض يبقى فيه شده، المفروض يبقى فيه اتحاد كوره قوي يعرف يجيب حق الانديه، وما يجيش مع نادي ضد نادي. يعني انت كوره واضحه جدا ليه ما تتحسبش؟ لا، والنكته بقى يقول لك ان هي اوفسايد على الشحات. اوفسايد ايه يا جماعه؟ حتى جابوا حديث غرفه الفار، الله اعلم ان كان صح ولا لا، بس يعني ايه، بيقولوا لا ما دام عدت مننا خلاص هنحسبها اوفسايد على الشحات. اوفسايد؟ طب اوفسايد شحات جابوها بعد كده بالخطوط، لا ده في متر بتغطي بيه. فكانت المضحك، يعني الشيء المضحك ان هم عايزين يبرروا الخطا باي شيء. نتمنى ان يبقى في موقف حازم للنقطه دي. وكمان في اتحاد الكوره مفيش اي عقوبات على دونجا ولا شيكابالا، ولعبوا المباراه الاخيره مع الجونه اللي اتهزموا فيها 3-2، والموضوع شكله كده برضه هيعدي ويموت، والامور هتعدي، وشيكابالا ولا دونجا حد هيحصل له حاجه. بعد المشكله الكبيره اللي عملها شيكابالا برضه، ان هو اتفق مع امير من الامراء السعوديين ان هو يلعب دوره رمضانيه، وخد الفلوس هنا في القاهره، واداله ميعاد للسفر وما راحش. طبعا الراجل كتب تويته وقال ان انا هقاضي شيكابالا. يعني هو المشكله ان انت بتسمح لحد بالغلطه، بيبقى مره واثنين وثلاثه، وبيبقى عمل مشكله كبيره جدا للبلد، مش لنفسه بس او للنادي بتاعه بس. ان شاء الله معاكم دايما على تواصل في الجديد في كل المجالات الرياضيه الكرويه، ونشوفكم دايما على خير. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.